اهلا بيكم في قناه مشجع زملكاوي. النهارده هنتكلم على مجموعه اخبار مهمه جدا. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عايز خالد جلال يمسك الفريق، وامير مرتضى منصور عايز مدير فني اجنبي، ورسميا رحيل فيريرا عن نادي الزمالك. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده ودعمكم يا زملكاويه باشتراك في القناه، ويلا بينا نخش على تفاصيل واخبار النهارده. واول خبر معانا، ورسميا رحيل مدير الفني السابق لنادي الزمالك فيريرا، وبينهي اجراءاته في فسخ التعاقد مع الزمالك بالتراضي، ويتنازل عن قيمه الشرط الجزائي المقدر ب 320 الف دولار، بالاضافه الى تنازل 200 الف دولار قيمه المكافاه الفوز بالدوري الموسم الماضي. وكده رسميا الزمالك بيفسخ عقده مع فيريرا. فيريرا قدم حاجات كتير كويسه لنادي الزمالك السنه اللي فاتت، طبعا شفنا كانت سنه صعبه ووقف القيد، وقدر يحقق بطولة الدوري والكاس. بصراحة الراجل اشتغل وعمل فريق محترم السنة اللي فاتت، ولكن هو السنة دي فعلا موفقش مع الزمالك، وبدأ الصراحة ان هو النتائج تسوق معاه، ولكن ليك مننا كل الاحترام والتقدير، وهو مدير فني محترم. وما تنساش جملة فيريرا قبل ما يمشي ان احنا ابطال الدوري والكاس. وشكرا جدا فيريرا على اللي قدمه معانا. احنا نركز في القادم او المستقبل، من هو المدير الفني القادم لنادي الزمالك في انقسام في مجلس الاداره، وتحديدا برضو رئيس الزمالك مرتضى منصور عايز خالد جلال يمسك الفريق في المرحله المقدمه، وفي نفس الوقت برضو عارف فريق نادي الزمالك وعارف قيمه اللعيبه، وكمان كل ده رئيس نادي الزمالك هو اللي عايز خالد جلال. الجانب الثاني ان ابنه اللي هو امير عايز مدير فني اجنبي يبدا مشروع مع الفريق، وفي نفس الوقت برضو امير تواصل مع ميدو ان هو يديله بعض المديرين الفنيين الاجانب عرض عليه، ولكن لحد دلوقتي لسه مش مستقرين هل هو هيكون مصري ولا اجنبي. ولكن عايز اقول لكم ان في الاخر برضو اهم حاجه ان الزمالك يرجع لسلسله الانتصارات مره تانية، علشان برضو لسه المنافسه على بطوله الدوري. عايزين نركز على ان احنا نلعب افريقيا السنه الجايه، ولكن لسه برضو عندنا كاس الرابطه، وعندنا ماتش مهم جدا في كاس الرابطه ضد البنك الاهلي. واتمنى بصراحه ان هم ياخدوا القرار بسرعه، علشان كل ده بيأثر بالسلب على الفريق. ما نجيش يوم ماتش البنك الاهلي ونلاقي نفسنا من غير مدير فني، ونلاقي اللي يمسك الفريق احمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي. وفي نفس الوقت برضو اتمنى ان موضوع المدير الفني ده ينتهي بسرعه، ونشوف اذا كان هيكون مصري ولا اجنبي. في عشوائيه شويه داخل مجلس اداره نادي الزمالك والمشاكل كتير، ولكن اهم حاجه دلوقتي مصلحه فريق نادي الزمالك اللي هم نفسي يفكروا فيها ولو مره واحده. احنا دلوقتي خلصنا من فيريرا، نتمنى ان احنا نشوف موضوع المدير الفني القادم لنادي الزمالك يعني خلال الساعات اللي جايه، علشان موضوع بجد هيكون مهم جدا بالنسبه للعيبه. دلوقتي اللعيبه بتاعت الزمالك احمد السيد زيزو واحمد فتوح ومحمد صبحي موجودين في معسكر منتخب مصر، واللعيبه بقى اللي موجوده حاليا دول كلهم هيشاركوا في مباريات كاس الرابطه، وهيكون طبعا كاس مهم جدا وبطوله وديه، ولكن برضه تدي دفعه للعيبه، لان احنا برضه عندنا اول ماتش في الدوري هيكون ضد النادي المصري البورسعيدي، وفريق طبعا قوي ومش سهل. فهنشوف كل ده، بس اهم حاجه بقى ما تنساش تقول لي مين الاصلح ومين الانسب خلال الفتره المقبله، اذا كان مدير فني مصري ولا اجنبي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه، واهم حاجه دعمكم بالفتره الجايه زملكاويه علشان واحد يستمر في تنزيل الفيديوهات. وان شاء الله القادم خير لنادي الزمالك. اشوفكم على خير، يلا سلام.